بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بمشيئة الرحمن النهاردة هنسيح مع بعض الزبدة، وهنستخرج منها أحلى سمنة بلدي، وهنعرف مواصفات الزبدة الصح وازاي وامتى نخزن الزبدة وأنسب وقت لتخزين الزبدة علشان نطلع أحلى سمنة بلدي، ونحتفظ بخزين حلو كده يكفينا احتياجاتنا. اول حاجة علشان نختار الزبدة لازم نجيبها من حد مضمون، يعني ست فلاحة تعرفيها، او مثلا لبان كويس يكون بيعمل زبدة اصلي ما تكونش مغشوشة. وعشان تجيب الزبدة لازم تكون الزبدة تمسكيها بإيدك فتتقطع معاكي بسهولة كده، ما تكونش مفرولة، وفي نفس الوقت ما تكونش مدهننة، يعني تكون مجرد ما تحطيها في إيدك تسيح على حرارة إيدك كده. ده أول حاجة. تاني حاجة، لازم الزبدة بتاعتك تكون عشان تخزنيها أنسب وقت طبعا من نص شهر 12 لحد آخر 3، ودي فترة الشتاء بالكامل كلها، لأن في الوقت ده البهايم أعزكم الله بتاكل فيها البرسيم، فبتخرج كمية حلوة من اللبن، بتدر كمية لبن كبيرة، وفي نفس الوقت اللبن بيبقى فيه كمية عالية من الدسم. وطبعا عشان تخزني الزبدة بتبقى ده أنسب وقت لتخزين الزبدة. ممكن تخزيني خزينك زبدة كرات كده وتشيليها في الفريزر لو عندك مكان، وممكن تجيبيها وتسيحيها بالكامل وتخزنيها في برطمانات، وتطلعي على قد استخدامك برطمان وتشيلي الباقي على رف التلاجة. هنبتدي بقى نخش في تسييح السمنة. انا حطيتها على النار وبتسيح معايا بهدوء جدا، واول ما بتبتدي تفور اول فورة كده بهدي النار زي ما احنا عملنا كده دلوقتي. ولما بهدي النار عليها ايدي مستمرة فيها بالتقليب، يعني اليوم اللي هتسيحي فيه السمنة ده تكون مزاجك رايق، وما يكونش وراكي اي حاجة، مش مشغولة، ما عندكيش حاجة هتخرجي من المطبخ تروحي تعمليها، فتسيبي السمنة على النار تلزق منك او تشيط وتعمل ريحة غير مستحبة في السمنة، وتبقي كده انت خسرتي فلوسك. لازم تبقي متفرغة بالكامل كده. دلوقتي انا هحط لها نص معلقة صغيرة كده من الملح، البركة او السنة بتحافظ لي على السمنة. وبرضو بستمر بالتقليب. كمان الملح ده بيدي تست حلو جدا للمرتة اللي بتطلع من السمنة في الاخر، وكلنا بنحبها، بتدي لها سنة حدوق كده عشان نعرف ناكلها، بنحطها في سندوتشات، وساعات كمان نعمل بيها البيض كده، بتبقى طعمها خطير. هنستمر طبعا برضو بالتقليب طول الوقت، ايدنا ما بننساش السمنة، لازم نقلب من القاع كده علشان المرتة بتاعتنا ما تشطش. وطبعا يفضل واحنا بنسيح السمنة ان احنا نسيحها يا اما في حلة استانلس، تكون استانلس تقيل علشان يتحمل الحرارة، يا اما في حلة ألمونيوم، ودي افضل حاجتين لان احنا نسيح فيهم الزبدة. انما بقى تيفال والجرانيت والكلام ده غير مستحب خالص، ان انت فيه تسيحي السمنة مش هيديكي نتيجة كويسة. وهذا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني احنا اتخلقنا لقينا أمهاتنا بتعمل في حلال الألمونيوم، والستانلس بديل كويس جدا. هنبتدي نقلب في الزبدة بتاعتنا طول الوقت كده لحد ما تظهر معانا بقى البشاير بتاعت السمنة. لسه دلوقتي هي ما ظهرتش، لازم تستوي كويس جدا. انا قربت الكادر كده علشان نشوف مع بعض من قريب. اللهم بارك، بتغلي معايا. في ناس طول تسييح الزبدة يشيلوا الرغوة اللي فوق الوش دي ويقشطوها كده، انا مش بقشطها خالص، وهقول لكم الرغوة دي بتروح فين في الاخر. الرغوة دي مع التقليب المستمر كده بتسقط لتحت في قاع الحلة، وهي دي اللي بتديني المرتة الحلوة اللي احنا بناكلها بالعيش او بنغمسها، وبتديلنا بقى الطعم الجميل اللي هو الحلو اللي احنا ايه بنحبه كلنا وبناكله في العيش وفي السندوتشات. هنفضل برضو مستمرين كده بالتقليب لحد بقى ما تظهر لنا السمنة الحلوة اللي احنا ايه مستنيين نشوفها
كده احنا قلنا كل الخطوات اللي هنحصل بيها على سمنة بلدي أصلي، ريحة وطعم ولون وترميلة. وفي نفس الوقت قلنا الوقت اللي احنا نخزن فيه السمنة، وازاي أفضل وقت في السنة كله لتخزين الزبدة أو تسييح السمنة هو فترة الشتاء، الفترة اللي فيها البهايم أعزكم الله بتاكل فيها البرسيم. طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ابتدت دلوقتي يعني بشاير كده تظهر السمنة في لون أصفر ظهر معايا اهو. وأنا هديت عليها النار بقى في الوقت ده شمعة كده علشان تديني بقى النتيجة الحلوة وتستوي كده بقى على مهلها سوى حلو جدا. السمنة بالذات مش لازم تستعجلي عليها ولا تعلي عليها النار علشان ما تشطش وتعمل ريحة غير مستحبة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنستمر بالتقليب واحنا مطولين بالنا كده لحد ما تظهر النتيجة اللي احنا عايزينها. السمنة البلدي طعمها في حتة البيض الصبح او في طبق فول او في حتة بسبوسة يستاهل ان احنا نتعب علشانه شوية ونطول بالنا كده ونكون صبورين علشان نسيح السمنة ونستخرج احلى سمنة بلدي لتبقى متوفرة عندنا. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ابتدت تظهر معايا اهو، ودي كمان المرتة ظهرت معايا. هنستنى بقى عليها لحد ما تحمر شوية. هنا السمنة معايا اللهم بارك ظهرت معايا بالكامل اهو، والرغوة اللي على الوش كلها نزلت تحت بالكامل وكونت لي بقى المرتة اللي احنا كلنا بنستناها علشان نغمسها بالعيش. ما شاء الله ابتدت تغلي معايا الغلوة التانية اهي. دي الفورة التانية بقى اللي انا بقول عليها. يبقى في فورتين، اول فورة اللي هي في الاول خالص اول ما الزبدة تسيح بتفور معايا كده زي اللبن، لازم اوطي النار خالص علشان ما تفورش مني. تاني فورة بقى اللي هي بتظهر فيها السمنة دي بتبتدي تغلي كده زي الزيت لما بتغليه على النار، شايفين معايا من قريب الغلوة دي. هي دي الفورة التانية. هنا ظهرت السمنة اللهم بارك. لونها ما شاء الله جلد وشكلها تحفة اللهم بارك. ريحتها حلوة قوي وكمان نقية جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا ما بستناش عليها في الفترة دي وقت طويل، وطبعا لا يمكن اسيب المطبخ واسيبها واخرج علشان ما تحرقش مني ولونها يغمق. الوقت ده مهم جدا. انا طفيت عليها، وطبعا لما بتطفي عليها لازم تشيليها من على العين اللي انت كنتي بتسيحي عليها، لان لو سبتيها بتفضل تغلي وممكن تغمق ولونها وتعمل شياط وريحة مش مستحبة. سبتها طبعا لما بردت تماما، وقبل ما تجمد كده جبت البرطمانات بتاعتي مغسولة كويس ومتعقمة وابتديت بقى اصبها. ممكن تصفيها بس انا شايفة ان هي ما شاء الله نقية جدا ما فيهاش حاجة تتصفى، مش محتاجة اي حاجة. هصفيها كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. عملت معايا البرطمانين دول وفي شوية كمان هصبهم في برطمان صغير ما شاء الله. عندي المرتة، انا ما بغمقش المرتة علشان السمنة بتاعتي تبقى لونها فاتح، تبقى صفرة كده ولونها جلد وحلوة، ما تبقاش غامقة، وفي نفس الوقت تبقى ريحتها حلوة. المرتة بتاعتي لونها جميل وريحتها تحفة وملحها مظبوط اللهم بارك. كده سيحنا السمنة وعرفنا كل المواصفات والخطوات الصحيحة لتسييح الزبدة وازاي نستخرج منها احلى سمنة بلدي بكل الخطوات السليمة وبمنتهى الدقة. قلناها مع بعض وعملنا 2 كيلو الزبدة. طلعوا معايا البرطمانين دول واحد صغير وكمية كويسة من المرتة ما شاء الله لا قوة الا بالله. حلو جدا زي ما احنا شايفين. عملنا حاجتنا في بيتنا بنظافة ايدنا، وكمان وفرنا ان احنا نجيب السمنة من برا وعملناها بمنتهى النظافة. وهنسيبها بقى من اهم الخطوات كمان في تسييح السمنة علشان تحصلي على سمنة كويسة جدا. ما تغطيهاش اول ما تعبيها في البرطمان، لازم تسيبيها تبات مكشوفة، تسيبيها في مكان كويس جدا مكشوفة لتاني يوم علشان تطلع معاكي مرملة. والخطوة دي انا اخدتها من حد الست اللي بتسيح السمنة
قالت لي ما تغطيش السمنة، لازم تسيبيها ليلة كاملة بعد ما تسيحيها، بعد ما تصبيها في العبوات بتاعتك مكشوفة علشان ترمل معاكي، لكن لو غطيتيها هتبقى مدهننة ومش مرملة. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير.